السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. نشرت العديد من الصفحات الناشطة على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى الانستغرام تسجيلات صوتية للطباخ هشام كوك وهو يتحدث مع أب زوجته أو طليقته أم محمد. خلونا نسمع مع بعض التسجيلات. مرت باباها على كل حال، يما ميتة. معليش. بنتي راهي مع مرت باباها وخيتها في عين نعجة. وانا راني هنا في تجلابين بومرداس. شوفي هو هذا هشام، ربي الشرع ربي حلل عليه 4 الله يسهل عليه. بس شنو ما يحضرليش بنتي. شوفي يا سي باباها، انا لحد الان راني ساكت وراني حامل كامل الناس يهضروا فيا وظالميني وداني عليا الباطل على وجه وليدي محمد وعلى وجهك نتايا، باسكو الغلطه اللي درتها بنتك ماشي لازم تبهدل بها انت. تحمادان بناتك اللي لحقوا هذه خوتهم تطلق ولحقوها باش تجي انت لدارك وتحاوزها وتقولها الكوري ما نسكنكش فيه، باسكو شفت لي كابتور وزيد سمعت الفوكال. لو كان نزيد نسمعك تهضر كلمه واحده، شفت كلمه واحده تخرج تهضر كلمه واحده في لايف عليا، نحط الفوكال هذاك اللي يخليك تحاوز بنتك منذ حوالي 2.5 لحد الان مازال ما راهيش عندك في الدار، ونحط ميم لي فوكال تاع بنتك اللي تهضر وتقول انت بلي حاوزتها وش تتصب عليها، باسكو على بالك واش دارت. حاجه واحده اخرى سي بابا، انا راني غير نبارطاجي في الامور تاع زواج تاع عرسي، حاجه تاع الفرح، حاجه القديمه سي بون نحيتها انا من راسي كيما نقول مانيش نتبع فيها، باسكو علاه الحكم راهو خرج وانصفني الحكم هذاك، وانا السمانه الجايه راح نحطو وماذا بيا تحبس هنا. هاوليك الحكم فك الرابطه الزوجيه والسبب تاع فك الرابطه الزوجيه اللي يبين شكون هو الطرف الظالم واللي يبين بلي انا انسان عندي الحق اني تاخذ قرار تاع الطلاق هذايا وعاود زواجي وعندي 1000 حق، وكونترير سكت وما هدرت حتى كلمه. ما نخلي